في وجع ملوش صوت، وفي كسر لا بيتجبر ولا الزمن بيعالجه. اللي حصل في قرية دلجة في المنيا مش مجرد حادثة، دي مأساة، وجع دخل كل بيت مصري. تعال اقولك ايه اللي حصل بالظبط. من ايام قليلة الدنيا اتقلبت على اسرة بسيطة جدا في قرية دلجة، اسرة الاب ناصر محمد علي، راجل غلبان جدا بيصحى من الفجر يشتغل علشان يربي ولاده الستة. فجأة وبدون مقدمات بدأوا العيال يحسوا بتعب، سخونية وترجيع ومغص وضيق تنفس، واحد ورا التاني يروح المستشفى. لكن المرض كان أسرع من العلاج. في ساعات قليلة الأب فقد عياله الخمسة، محمد وأحمد وعمر وريم ورحمة، وبعديهم الطفلة الكبيرة فرحة. فضلت تحارب المرض، لكن للأسف المرض كان أقوى منها وفرقت الحياة. 6 قلوب صغيرين كلهم ماتوا في ظرف أيام. الدكاترة احتاروا والناس اتخضت، هو إيه اللي بيحصل؟ هل ده تسمم، مرض، فيروس؟ حاجة مرعبة. لحد ما طلعت وزارة الصحة وقالت الكلمة النهائية. التحقيقات قالت إن السبب كان مبيد حشري، البيت كان فيه مخزون حبوب وترشح عليه المبيد ده واتحفظ بطريقة غلط، والعيال كانوا بياكلوا من الأكل ده. تخيل كده أب يشيل جنازة عياله واحد ورا التاني ويدفنهم بإيده، ولما خلص تعب هو كمان ودخلوه المستشفى، وبعدها مات من الصدمة. عم ناصر ما استحملش، جاله انهيار، حالته الصحية اتدهورت، وبعد أيام في العناية المركزة اتقال الخبر اللي كسر كل القلوب. الأب مات وماتت معاه حكاية كاملة من الحنية والتعب والوجع. اللي حصل في دلجة مش بس كارثة، دي صرخة في وش الإهمال والجهل وسوء تخزين حاجة قاتلة زي المبيدات. صرخة بتقول كفاية بقى. ولو انت أول مرة تسمعني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تدعوا لعم ناصر بالرحمة هو وعياله.